مرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدون ومتتبعي قناة جمال ديكور. معكم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نعملوا واحد الجولة قصيرة بعد ما سالينا من التركيب ديال القبص، فبقاو معنا وتبعوا معنا الجولة حتى النهاية باش تشوفوا الأشكال اللي عملنا لهذا الطبق هذا. الإخوان في هذه الجولة هذا تشوفوا معنا صالون كبير وكذلك سيجور وبلازما وجوج الكولوارات. الإخوان قبل ما نبداو في التفاصيل ديال هذه الجولة هذه بغيتكم تدعمونا بالإعجاب، واللي كيشوفنا أول مرة يضغط على الزر ديال الاشتراك وفعل ميزة الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا إن شاء الله، وبارطاجيو هذا المقطع هذا مع الأصدقاء ديالكم اللي باغيين يعملوا كيف حال هذا العمل هذا. الإخوان التعاليق ديالكم والأفكار ديالكم والاقتراحات ديالكم خليهم لنا في التعاليق باش نخدموا عليهم في الفيديوهات الجاية بحول الله. غادي نبدا معكم في التصوير ديال الصالون. الاخوان غادي نبدا لكم الجوله بادق التفاصيل، غير بقاو معنا حتى النهايه باش تفهموا بزاف د الحوايج اللي غادي تشوفوهم معنا في هذا الفيديو هذا. كيف ما كتلاحظوا معنا هذا هو الصالون ديالنا الكبير اللي فيه 5.5 على 4. عملنا له هذا الشكل هذا. انا حاولت انني نصور لكم من البعيد باش تشوفوا الشكل بوضوح، عاد ندخلوا في التفاصيل ديال الشكل. بالنسبه للعمل ديالنا الاخوان عملنا واحد الرانكيه اللي فيها 25 سنتيم وخلينا واحد 20 سنتيم فارغه، وعملنا رانكيه في نفس الرانكيه ولا الكيسون ولا ليزار اللي عملناه مع الحيط، يعني 25 سنتيم عملنا جهه الحيط خلينا 20 سنتيم فارغه، وكذلك عملنا هذه الرانكيه هذه اللي في الوسطي اللي الرانكيه الثانيه كيف ما كتلاحظوا الاخوان. باش نحصلوا على نفس التوازن على نفس النظره خاص التصميم يكون على حسب المساحه اللي عندكم في الصالون. هاد العبارات هادو راه كيختلفوا من صالون لصالون باش نحصلوا على شكل مميز وكذلك شكل اللي كيناسبنا الصالون ديالنا. كما كتلاحظوا هاد الفارغ هذا اللي خلينا ديال 20 سنتيم هو النيت اللي خليناه ما بين الرانكيه الثانيه وكذلك الثالثه. كما كتلاحظوا الاخوان هاد الرانكيه هذه هي النيت اللي عملناه هنايا، وقسمناه هاد المربعات على 3 مربعات متقايسه وعندهم نفس القياسات والمساحات، لا في العرض وكذلك لا في الطول. هذا هو الشكل الاخوان من الجهه الاخرى. كما كتلاحظوا معنا شكل اكثر من رائع، شكل حسبي وانيق. بالنسبه لتوزيع الاضاءه الاخوان عملنا في هاد جوج رانكيات عملنا فيهم لي سبوطات وغادي يكون فيهم الليد كيف ما كتلاحظوا معنا. عملنا هاد الاناره هذه من داخل ومن برا باش هاد الفراغات هادو يكونوا شاعلين بالضوء بجوج. حتى هاد الشكل هذا اللي كاين في الوسط حتى هو عملنا له الاضاءه من داخل ومن برا، وهاد المربعات ب3 حتى عملنا لهم حتى هما الليد ديالهم، زائد الرياح حنا عملنا لها السلسله كما كتلاحظوا الاخوان. كيف ما كنشرح لكم ديما الاخوان، ملي كيكون عندنا السقف نازل حتى للشراجم كنحاولوا اننا نعملوا كاشريدو. هذا الكاشريدو هذا كيكون باعد من الحيط واحد 15 سنتيم وكيكون عالي 20 سنتيم كما كتلاحظوا الاخوان. هذا هو الكاشريدو، راه خليناه من القنت حتى للقنت. خلينا في جوج شراجم من هنايا. كان هذا هو الصالون ديالنا. اما بالنسبه للسيجور الاخوان هذا هو الشكل اللي عملنا له. الشكل الحسبي ولكن بدلنا على الصالون باش كيعطينا واحد الاختلاف بالنسبه للاشكال اللي كاينه في المنزل ديالنا ولا في الطابق ديالنا. افضل شيء هو اننا نعملوا الاختلافات في التصاميم ديالنا ديال الطابق باش كتلقى ما تشوف غير هي ما نخرجوش على الحسبي. كيكون هذاك الشيء كيشبه الصالون. كيف ما كتلاحظوا الاخوان هنا غيرنا شويه ولكن ما هربناش من الحسبي. خدمنا بنفس الرانكيه ديال 25 سنتيم وعملنا الثانيه كبيره شويه
كيف ما كتلاحظوا الاخوان، وخلينا هذا المستطيل اللي غادي يكون شاعل بالاضاءه الليد نفس الشكل اللي عملناه في هذه الجهه هذه. لان هذا السيجور هذا كي طويل، حاولنا اننا نفرقوا بهاد ثلاثه ديال المستطيلات ولا اربعه ديال المستطيلات كيف ما كتلاحظوا الاخوان. هاد اربعه ديال المستطيلات غادي يشعلوا بالاضاءه الليد وعطاونا واحد الجماليه بالنسبه لهاد السيجور ديالنا، خاصه ان السيجور طويل. حاولنا نحيدوا الطول بهاد اربعه ديال المستطيلات اللي غادي يعطيو واحد الجماليه لا توصف بعد ما يشعلوا بالاضاءه. بالنسبه للتوزيع ديال الاضاءه غادي يكون عندنا لي سبوطات في هذه الرانكيه هذه، اما الرانكيه الثانيه ما يكونش فيها لي سبوطات، غادي نكتفيو بالليد فقط. لان هنا في هذا السيجور هذا فيه الليد بزاف، لهذا غادي نقصوا شويه من لي سبوطات باش ما توليش الاضاءه بزاف. بالنسبه للكاش ريدو راه عملنا نفس العبار ونفس القياس. بالنسبه للفاصل الاخوان كيف ما كتلاحظوا ان الفاصل خلينا حسبي جدا، لان السيجور والصالون انهم مشروكين ما غاديش نعملوا لهم قواس. وعاد كما كتلاحظوا الناس اللي متبعه الموضه ان القواس راه ما بقاوش موضه، كاين اللي كيعجبوه، ولكن احسن حاجه هو السامبل يبقى لكم ما بين الصالون والسيجور. يعني الفواصل حاولوا انكم تعملوها تكون سامبل. كيف ما كتلاحظوا الاخوان، واخا حاولنا اننا نعملوا هذا الفاصل يكون سامبل الا وحنا درنا له واحد الكورنيش ديال الاضاءه. كيف ما كتلاحظوا هذا هو الكابلي ديالو، وهذاك الفراغ اللي بقى لينا غادي يكون شاعل بالليد اللي غادي يعطينا واحد الجماليه بالنسبه للصالون وكذلك للسيجور. اما بالنسبه للبلازما الاخوان واخا كبيره فيها 3 متر على 2.70، عملنا فيها واحد 4 ديال التطبيقات، وعملنا هاد 3 تطبيقات خاويين اللي غادي تكون شاعله بلي سبوطات، ما درنا لهاش الليد ولكن غادي تكون فيها لي سبوطات. صور لكم كولوارات الاخوان، هذا هو الكولوار. الكولوار الاخوان كيف ما كتلاحظوا على جوج. هذا الكولوار الاول اللي عملنا فيه واحد الرانكيه ديال 25 سنتيم، وعملنا فيها 3 ديال الدوائر اللي غادي نكونوا بالليد، وكذلك حتى هاد الرانكيه تكون شاعله بالليد مع لي سبوطات على حسب الطول اللي عندنا في الكولوار. بالنسبه للكولوار الثاني كيف ما كتلاحظوا الاخوان، حاولنا اننا نبدلوا على الكولوار الثاني. عملنا نفس الرانكيه، هنا عملنا جوج مستطيلات اللي هما طوالين اللي عطاونا واحد الاختلاف بالنسبه للكولوارات ديالنا بجوج. هذا هو الكولوار الاخوان. حتى لهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش الاخوان تدعمونا بالاعجاب وتشاركوا في القناه وتفعلوا ميزه الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون عطيتكم واحد الاشكال اللي هي زوينه وتكون عجبتكم. حتى لهنا غادي نقول لكم كنشكركم على حسن التتبع والمشاهده. كان معكم جمال ديكور يحييكم اينما كنتم، والسلام عليكم.